في سنة 1922 مجموعة من علماء الآثار البريطانيين اكتشفوا مقبرة فرعونية مخفية في وادي الملوك. صاحب القبر كان شاب صغير اسمه توت عنخ آمون. قبل ما نبدأ ما تنساش تذكر الله وتعمل لايك واشتراك لمتابعة كل ما هو جديد. مات وعمره ما كملش 20 سنة، لكن القبر كان محفوظ بشكل غريب، كأنه ما اتفتحش من آلاف السنين. أول ما الحفارين شالوا الرمال من المدخل لقوا نقوش غريبة مكتوب فيها: الموت سيأتي على أجنحة سريعة لكل من يعكر صفو هذا الملك. الناس ضحكت وقالوا مجرد كلام قديم. لكن بعد أسابيع قليلة بدأت الكارثة. اللورد كارنافون، الراعي الرئيسي لرحلة الاستكشاف، اتخدش بإبرة صغيرة. جاله تسمم في الدم ومات فجأة. الغريب إن الكهرباء انقطعت عن القاهرة بالكامل في نفس لحظة موته. بعدها بدأت سلسلة من الوفيات الغريبة تحصل واحد ورا التاني. أحد مساعدي كارتر مات بلدغة أفعى، والتاني مات بحمى مجهولة، والتالت وقع من على السلم ومات في لحظة. والأطباء ما قدروش يفسروا سبب الوفاة الحقيقي. هل كانت صدفة ولا حاجة فعلا اتفكت مع فتح القبر؟ الصحف العالمية بدأت تتكلم عن لعنة الفراعنة. نظريات كتير ظهرت. في ناس قالت إن القبر كان فيه بكتيريا قاتلة عمرها آلاف السنين، أو غازات سامة اتجمعت جوه المقبرة طول السنين دي. لكن عدد الوفيات وتوقيتها وتشابهها كلها حاجات خلت الناس تشك إن اللي حصل مش طبيعي. الغريب إن نفس اللعنة دي حصلت في مقابر تانية. في كل مرة حد يدخل مكان فرعوني مدفون من آلاف السنين لازم تحصل حوادث بعدها: موت مفاجئ، أمراض، حرائق غامضة. بعض علماء المصريات حذروا من إن الفراعنة استخدموا رموز وطلاسم سحرية كانت بتكتب على الجدران لحماية القبر، وقالوا إن الطقوس دي كانت واحدة من أغرب القصص إن تمثال من تماثيل القبر اتنقل لمتحف في لندن، وبعدها موظف النقل اللي لمسه مات في حادث على الطريق. والأغرب إن التمثال اتحطم من نفسه داخل الصندوق وهو مغلق بإحكام. هل فعلا في قوة خفية بتحمي المقابر دي؟ هل أرواح الملوك بتنتقم من اللي بيقلق نومهم؟ هوارد كارتر اللي اكتشف المقبرة ما ماتش فورا، لكنه عاش لسنين وكان دايما بيتابع أخبار كل حد شارك معاه. وفي مرة قال جملة غريبة: كل واحد دخل القبر خرج، لكن مش لوحده. محدش فهم قصده، لكن كتير قالوا إنه كان يقصد إن في شيء خرج معاهم، شيء ما كانش مفروض يخرج. اللعنة لسه لغز، مفيش إثبات علمي نهائي ليها، لكن مفيش حد يقدر ينكر اللي حصل. عشرات ماتوا بدون تفسير بعد فتح قبر واحد بس، والمقبرة لسه موجودة لحد النهاردة تحت رمال مصر، محاطة بالظلام وصامتة، كأنها بتستنى حد جديد يدخل علشان تكمل القصة. يبقى كده خلصنا القصة. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك واشترك لمتابعة كل جديد. يلا سلام.